اهلا وسهلا بكم في العك الكروي. ايه العك الكروي؟ اللي هو الدوري المصري للعكوك الكرويه. من لحظات، من 10 15 دقيقه كده، بيراميدز كان مقدم طلب ان هو عايز حكام اجانب في مباراه الاهلي اللي هي هتتلعب يوم 12 ابريل، 12/4. بعد كده، بعد ما اعلان قرار الرابطه ان هو مش هيتخصم من الاهلي 3 نقط في اخر في اخر الدوري، وهيكتفي بهزيمته عشان ينسحب قدام الزمالك بخصم 3 نقط بس. بيراميدز قال انا اؤيد الزمالك على القرار اللي هو بياخده، لان الزمالك اعترض وقال لك احنا هنروح للجنه الاولمبيه وهنكبر الموضوع وهنصعد ومش عارف ايه وايه 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 وحوار. بيراميدز عمل ايه؟ قال لا والله، والنبي ومن نبى النبي لا ادخل فيها. انا عايز اخد الدوري ده، انا نفسي اخد الدوري، ليا كام سنه ما خدتش ده حاجه، انا نفسي اخد حاجه يا عم. راح مقدم طلب على البريد الالكتروني للاتحاد المصري، قال له انا مش عايز حكام اجانب. ليه مش عايز حكام يا عم؟ انا مش عايز حكام اجانب عشان اشوف الاهلي هيعترض على عليا زي الزمالك ولا لا. طيب، احنا خلصنا من مشكله الزمالك وحوار الزمالك، ودخلنا في حوار بيراميدز. هنطلع من حوار بيراميدز، هنخش في حوار مين؟ في اي نادي تاني، في اي نادي. ليه؟ لانه خلاص بقى خش، ما هي خلاص عكت، هي عكت على الكل. طب بيراميدز مصلحته ان هو ينضم للزمالك، ولا الزمالك اللي مصلحته ينضم لبيراميدز؟ اقول لك يا عزيزي ان الزمالك من مصلحته ان هو ينضم لبيراميدز. ليه؟ الزمالك ليه كام سنه ما لعبش ابطال اوروبا، ابطال افريقيا؟ ليه كام سنه؟ هيخش في السنه الثالثه اهو، هيلعب في الكونفدراليه برضه، وهو نفسه يلعب فين؟ في ابطال افريقيا. بيراميدز عايز ياخد الدوري، يعني الاتنين ليهم ايه؟ ليهم مصالح في خصم النقط من الاهلي في اخر الموسم. الاهلي عمل ايه؟ الاهلي ما تكلمش ولا هيرد، انا ماليش دعوه، انا رابطه قالت الموضوع ومش عارف ايه، والناس طلعت قالت لك ما هو عشان تعرف ان نادي الدوله ومش النادي الدوله. لما مشينا صح قال لك نادي الدوله، ولما اتكلمنا وقلنا وبعد كده الاتحاد المصري رد علينا وقال لك لا، انت هتتخصم منك 6 نقاط، 3 بتوع الانسحاب والثلاثه العقوبه اللي هي في الماده بتاعت القانون الاتحاد المصري. رحنا ضحكنا وطلعنا للاهلي وقلنا ها اهو اتخصم منه 6 نقاط، ولو راجل ينسحب، ولو ما انسحبش هيبقى حنفي ومش عارف ايه. طيب، طب احنا مطلعين مستندات وقدمنا طلب تاني للرابطة، للأستاذ أحمد دياب. فراح طلع قرار الرابطة إن هو هيتخصم 3 نقاط بس، مفيش 3 نقاط بعد الموسم. الدنيا قامت وما قعدتش. بيراميدز من ناحية والزمالك من ناحية. طب ليه باقي الأندية ما اتكلمتش؟ هل عشان الأهلي صح؟ ولا عشان هو كده كده مش محصل حاجة وهي كلها زي بعضيها؟ أقول لك أنا في كل المصالح في الدوري ده اللي هم ال3 اللي هينزل يهبطوا للدرجة التانية، وبيراميدز والزمالك. بيراميدز مع الزمالك عايز ياخد الدوري، والزمالك عايز يلعب في ابطال افريقيا. طب انت دلوقتي لما الزمالك هيلعب مع بيراميدز هيطلب حكام اجانب، ولا الزمالك هيقول له لا خلاص انا كده كده هسيب لك الماتش، مش واخده ومش عايزه ومش هنفسك عليه يا عم، خد اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه وانا ماليش دعوه.